السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الحلقة اللي فاتت شفنا إيه حصل لعم سعيد بعد ما طلع من السرداب، وشفنا إيه حصل لطارق أصغر عامل في المجموعة، وشفنا كمان النقوش الغريبة على جدران السرداب واللي كانت تعويذ مش هيروغليفية معروفة. النهاردة هنشوف إيه هيحصل لبقية الفريق. جهز نفسك للنداء التاني يبدأ من تحت الأرض. في أبواب ما ينفعش تتفتح، مش علشان وراها كنوز، لكن عشان اللي محبوس وراها مش المفروض يخرج. في الحلقة اللي فاتت شفنا أول لمحة من السرداب وسمعنا أول همسة، ولكن اللي جاي أكبر من خوف وأعمق من مقبرة. اللي جاي صوت بينادي من جوه الباب. بعد انهيار طارق الفريق قرر يقلل وقت الدخول للسرداب، لكن الدكتور سامح بدل ما يتراجع جاب جهاز تسجيل صوتي قديم عشان يراقب أي صوت جوه. علقوا الميكروفون بسلك طويل ونزلوه من الفتحة وسابوه يسجل 6 ساعات كاملة. اليوم التاني وائل سمع التسجيل لوحده وفضل ثابت في مكانه أكتر من 10 دقايق من غير أي كلمة. بعدين قام وخرج من الخيمة وقفل التسجيل من غير ما يقول حاجة. هاني سأله بعدين: ها سمعت حاجة؟ وائل رد بهدوء: حد بينادي باسمي، صوت ناعم بس مش إنسي. في نفس الليلة 3 من أفراد الفريق صحوا مفزوعين، كلهم حلموا بنفس الحلم، نفس التفاصيل، نفس اللحظة. ممر طويل، تراب بيتسقط من السقف وصوت بيقول: افتحوا، قربوا مش هتندموا. الدكتور سامح قال إنها مجرد تهيؤات، لكن وائل كتب في دفتر ملاحظاته جملة واحدة: ده مش حلم، ده نداء جماعي. بعد أيام من التردد قرر الفريق يحاول يفتح الباب الحجري، مش عشان الفضول لكن لأن الضغط النفسي كان بيكبر. الكل بقى حاسس إن الباب لازم يتفتح وإلا في لعنة بتتراكم. الدكتور سامح ووائل وهاني راحوا قدام الباب وبيحاولوا يحركوا حجر صغير على الجانب. أول ما لمسوا الباب الهوا جوه السرداب برد فجأة، والكشافات خفت نورها وظهر على الباب ضوء خفيف كأنه جاي من جوه. هاني قال: في نور ورا الباب، يعني مش مقبرة. لكن أول ما سامح حاول يزق الحجر الأرض اهتزت والهوا بقى تقيل، وكلهم سمعوا نفس الجملة: مش دلوقتي، لسه بدري. بعد المحاولة الأولى كل واحد من الفريق بدأ يلاحظ حاجة غريبة. وائل لقى ورقة مطبقة في جيبه مكتوبة بخط مش بخط إيد إنسي، عليها رموز وحرفين بالعربي: وادي الموت ولا وائل ومصيره، محدش عارف. هاني بدأ يسمع النداء حتى وهو صاحي، صوت ناعم بيكرر كلمة واحدة: افتح، قرب، افتح. أما الدكتور سامح شاف خيال طفل صغير واقف عند باب خيمته، ولما جري وراه اختفى في التراب. فارس العامل اللي اكتشف الفتحة من البداية قرر يسيب الموقع فجأة. قال: أنا لقيت الفتحة بس ما كنتش أعرف إني فتحت باب للشر. ولما مشي حصل أول حادثة حقيقية. الجمل اللي شايل المعدات قرب للحفرة، فجأة وقع واتشنج ومات على الفور، والتراب حواليه فضل يهتز لدقايق كأن في حاجة بتتنفس تحته. الباب لسه مقفول، لكن النداء بقى واضح: في شيء ورا الحجر ده، مش نايم ومش لوحده. في الحلقة الجاية هيتفتح الباب، بس السؤال الحقيقي: مين اللي هيفضل بعد ما يتفتح؟ ومين هيكمل للنهاية؟ ومين اللي قال الحكاية بعدين؟ لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان ما يفوتكش اللي جاي. ولو عندك قصة ياريت تبعتلنا على الانستجرام، ممكن قصتك تكون هي الحلقة الجاية. سلام.